انا اتطلقت من 3 سنين. وقتها قلت انا مش هتجوز تاني. بعد الجوازه الاولى واللي شفته فيها قلت والله ما هتجوز تاني، انا هقعد اربي عيالي وخلاص. يشاء ربنا ان انا اتعرف على جوزي الحالي، راجل بسم الله ما شاء الله عليه، والله العظيم ما في غلطه. يعرف ربنا، راجل بيصلي، حافظ كلام ربنا. يعني لو حد في مشكله ولا في ازمه اول حد ممكن تكلمه يلحقك، هو محبوب. يعني والله العظيم والله العظيم بحسد نفسي عليه. وانا كنت مدققه بقى قوي المره دي، يعني انا مخليه بالي جدا جدا المره دي وانا بختار، لان انا جوازتي الاولى انا شفت فيها اسود ايام عمري. كان بخيل وكان بيمد ايده، يعني اسفه في الكلمه، كان بيشرب كمان خمورجي. فيعني شفت معاه ايام سودة بصراحه. كنت المره دي مقرره ان لو ده حصل، لا انا لازم ادقق قوي بقى المره دي واختار صح. المهم اتعرفنا على بعض والحمد لله الدنيا كانت ماشيه تمام. اتجوزنا بقالنا 2 سنين. والحقيقه ان انا قلت له ان انا يعني مش عايزه اخلف خالص دلوقتي، لان انا الحمد لله عندي بنت وولد، ربنا يحميهم لي يا رب، وهو برضو عنده ولاد من مراته الاولى. فقلت له مش وقت ان احنا نخلف دلوقتي. للامانه انا كان في نيتي ان انا كمان لما اعرفه واطمن له واكون شايفه انه خلاص احنا يعني خلاص ان شاء الله هنكمل مع بعض العمر كله وبتاع وكده، ساعتها بقى ان شاء الله ابقى افكر في موضوع الخلفه ده، والعيال برضو يكونوا كبروا شويه عشان المسؤوليه وكده. بنتي الكبيره هي في 3 اعدادي دلوقتي. جات لي من اسبوع قالت لي انا عايزه اروح عند خالتي، انا مخنوقه وبتاع وعايزه اروح اقعد عند خالتي يومين. فقلت لها طب احنا لسه خارجين من عيد، كان قبلها رمضان، كانش فيه طبعا مذاكره ولا كان فيه اي حاجه خالص، وتروحي كمان تقعدي عندها يومين واحنا الامتحانات خلاص على الابواب، ده اسمه ايه ان شاء الله؟ قالت لي معلش ومش معلش وانا مخنوقه وبتاع. قلت لها لا لا، انا الكلام ده ما ينفعنيش، خلصي امتحاناتك وروحي اقعدي عند خالتك، مش هقول لك يوم ولا يومين، روحي اقعدي عندها اسبوع. انا ما عنديش اي مشكله خالص، هي بتحب تروح تقعد عند خالتها عشان يعني خالتها بنتها من دورها فبيقعدوا مع بعض وكده، وخالتها برضو جوزها متوفي، فما فيش رجاله في البيت، فانا ببقى مطمنه الصراحه. بس هي عندها امتحانات، قلت لها لا مش هيحصل. الاقي البت قاعده تعيط وتصرخ وتدبدب في الارض كانها عيله صغيره، ولو انا عايزه اروح وانا مش هقعد في البيت وكلام بقى زي كده. قلت لها طب والله العظيم وحلفان على حلفانك ويمين على يمينك ما انت نازله من بيت، انت مش نازله من البيت اللي على الامتحانات، ايه رايك؟ ولو كترتي تاني في الكلام والله العظيم ما ودياكي كمان دروس، اقعدي بقى في البيت. راحت داخله رازعه الباب بتاع اوضتها وقعدت جوه في الاوضه طول اليوم، بقى لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتطلع، وانا سبتها لان هي عايزه تتربى كده، عايزه تتربى. لما تقف تكلمني كده وتدبدب لي وترد عليا وبتاع، لقيت